السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا ضيف جديد في مزرعتنا للعلاج من مشكلة كبيرة جدا، من مشكلة كسور ودمور في العمود الفقري ودمل وخراريج تحت الجلد، ودمل وخراريج في دمور في العظم نفسه. مشكلة كبيرة جدا 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 بتقابل الجرواية ديفا. الجرواية ديفا دي من الشرقية. صاحب وملك الكلبة الأستاذ محمد ياسر. شرفونا المجموعة، شرفونا الناس من الشرقية، جم من آخر الدنيا بالليل وسلمونا الكلبة بحيث ان احنا نعالجها ان شاء الله بامر الله من الدمور والمشاكل اللي عندها، وان شاء الله بامر الله باذن رب يكون الشفاء على ايدينا. كل ده هنتكلم عنه النهارده في الفيديو ده. ما تفوتش الفيديو لان فيديو مهم جدا، وزي ما قلت لحضراتكم فيديو هنتكلم فيه عن كسور ودمور في العظم وشلل شلل نصفي في الجزء الخلفي. كل ده هنتكلم عنه وهتشوفه دلوقتي على الطبيعه. يا رب لو انت اول ما تشوفني النهارده يا ريت ترجع على الفيديو القديمه، هتستفاد منها كتير، ويا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلك شاطر ديفا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعه النهارده ضيف جديد او ضيفه جديده في المزرعه عندنا للعلاجات. في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين بايام ونخش على عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده يا جماعه مشكله كبيره جدا بيعاني منها جميع المربين، وبالاخص بقى الناس اللي ممكن تكون فاكره نفسها كمان فاهمه في العلاجات او فاهمه في المشاكل والكلام ده كله. النهارده طبعا ديفا، الكلبه دي اسمها ديفا، جايه لنا من الشرقيه تبع راجل من الشخصيات المحترمه في الشرقيه. بس المشكله اللي هي عندها كم مجموعه مشاكل كده مع بعضها خطره جدا، والمشاكل اللي عندها دي ممكن كمان في النهايه تقضي للموت لو ما اتعالجتش صح. تقضي للموت لو انا سبت الكلبه كده، الكلبه هتقع، لان طبعا عندها شلل في الايد اللي على الشمال، الرجل اللي على الشمال من ورا. تمام، ده شلل يعتبر شلل نصفي. تمام، مع كسر في المفصل ده، مع كسر في الحوض. كسر في الحوض هنا من تحت، من هنا مكان ماسك صباعي كده، ده كسر في الحوض هنا اهو. ده في قرقشه هنا اهي اهو، في قرقشه هنا، وهنا في كسر في الايه، في الركبه، فعند عظمه الركبه هنا ايه والغز دي. تمام، لو انا سبت الكلبه كده، الكلبه اهي هتقع. تمام. طيب ايه المشكله الثانيه؟ الكسر ده نتيجه طبعا ممكن يكون الكلبه دي كانت مثلا مع عيال او مع حد او مع اي يعني مع ناس، وممكن تكون وقعت من على السلم، حد مثلا كان بيحاربها او حد مثلا هبدها جامد. الكلام ده كله ممكن يكون في مكنه داست عليها، عجله داست عليها، عربيه داست عليها. كل ده ممكن وارد. ممكن تكون مثلا وقعت من ارتفاع معين، يعني ارتفاع. تمام، بسبب طبعا لسه العظم بتاعها ما اكتملش، يعني لسه العظم طبعا ضعيف بالنسبه للجراوي دي، بيبقى لسه العظم ما اكتملش، بيبقى العظم ضعيف بسبب الصدمه اللي حصلت لها، او الخبطه اللي حصلت لها طبعا الكسور في العظم ده، اللي هو كسور في الحوض من تحت. تمام، وكسر في المفصل، وشلل جزئي في الحبل الشوكي من ورا، شلل جزئي في الحبل الشوكي من ورا. تمام. طيب طب ده ايه بقى النفخ ده بقى؟ النفخ في الجنب ده ونفخ في الجنب ده. النفخ ده يا جماعه ده عضه نتيجه الناب اهو. الناب اهو زي ما انتم شايفين، ده الناب بتاع العضه. تمام، وادي الناب التاني اهو. تمام، ده ناب عضة كلب ليها. تمام، الله اعلم بقى مين اللي عضها. عمل لها ورم تحت الجلد، بس الورم ده مشكلته مش اللي هي قصه تحت الجلد. الورم ده يا جماعه ورم خطير جدا، ولازم اللي هو برضو
يتعالج. ليه؟ لان الورم ده في القفص الصدري في الظهر، عمل لها اعوجاج في العمود الفقري. يعني كمان عمل لها، بصوا لو انت بص، لو انا دوست على العمود الفقري من هنا، بصوا يا جماعه مش طايقه، بصوا لو انا دوست على العمود الفقري من هنا، بصوا يا جماعه هتفرك في نفسها. ليه؟ لان ورم في العظم نفسه، ورم وتهتك في العظم نتيجه العضه اللي حصلت. طيب العضه دي مسؤوله عن الكسر؟ اكيد لا، لان ده طبعا ده شيء وده شيء تاني. تمام. بصوا يا جماعه العمود الفقري بتاع الكلبه، العمود الفقري حصل له زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، العمود الفقري نفسه اهو اهو. بص ايدي راحت فين، بص ايدي راحت فين، انا ماشي اهو بالعمود الفقري اهو في النص. بص 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 ايدي هتنزل فين، نزلت هنا اهو. ليه؟ العمود الفقري نفسه، بص بص اهو اهو، تاني وتالت ورابع اهو. بص 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 بص، المفروض اللي انا ايدي تنزل هنا، تنزل هنا، العمود الفقري بيبقى مستقيم، ما يبقاش من اعواج زي كده اهو. بص 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 ايدي هتنزل فين اهو. ليه؟ ده بسبب الورم في العظم بقى نفسه بتاع العمود الفقري، اللي هو الشلل الجزئي اللي حصل في الحبل الشوكي، اللي هو الشلل النصفي، اللي هو النصفي الجزئي ده اللي حصل في العظم. بصوا اهو، بصوا ده طبعا هيتعمل له عمليه، لان ده كده هيكون خراج في العظم نفسه مش في الجلد، هو خراج تحت الجلد بس في العظم نفسه. يعني دي كده حصل ضمور في العظم، ضمور في العظم. طبعا مشكله كبيره جدا، مجموعه مشاكل مع بعضها. طبعا ما بتقدرش بقى تدوس على رجليها اللي ورا دي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. تمام. خلاص مش هتقدر تدوس اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، مش هتقدر. ليه؟ بسبب الانعواج والشلل النصفي اللي هو حصل جزئي في الحبل الشوكي، واللي هو العضه عملت لها ضمور ومشاكل في الحبل في العمود الفقري. ان شاء الله بامر الله دعواتكم معانا للكلبه ديفا، ويا ريت تتابعونا ودعواتكم معانا، وان شاء الله بامر الله خير. طبعا بسبب الثقه الكبيره لينا والناس اللي هم واثقوا فينا يعني، وقلنا من اخر الدنيا الشرقيه، تحياتي ليهم. وان شاء الله بامر الله تكون الشفاء على ايدينا بعد ربنا ان شاء الله بامر الله. وطبعا برضو ده تحدي كبير لينا في شغلنا ونظامنا، وبسبب صغر السن كمان الجروايه. وطبعا الجروايه زي ما انتم شايفين متكهربه، زي ما انا قلت لكم، لو انا مسكت الجروايه كده من هنا من عند العمود الفقري، بصوا بصوا عاوزه تلف تعدني، لان العمود الفقري فيه سنه انعواج. طيب ايه اللي هيتم بقى؟ كل ده ان شاء الله بامر الله بعلاجاتنا وشغلنا وثقتكم فينا كمتابعين، وثقه ثقه الناس اللي جابوا لنا الكلبه. طبعا ان شاء الله بامر الله هتكون كويسه ان شاء الله بامر الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي للجميع. اي حد عاوز اي حاجه تحت امره في اي وقت، رقم التليفون 010 22 او يتواصل معايا واتساب او يتواصل معايا في التعليقات. تحت امر الجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.